السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الكنافة بالبلح، حاجة حلوة كده وبسيطة. معانا كنافة، نص كيلو كنافة وسمنة. هندهن الصينية سمنة. كنافة معلاش أي حاجة، مش هنحط المادة الدهنية عليها إلا وهي في الصينية. هنحط الكنافة في أرضية الصينية، والبلح اللي هنحط فيها ده انا ببقى مفرزاه في الفريزر. في موسم البلح بقشره واشيل منه النقع واحطه في كيس في الفريزر، بنطلعه في اي وقت بيبقى حلو جدا كأنه لسه صابح. هنضغط كده على الكنافة في الصينية كده ونكبسها بايدينا كويس. هنا كبسناها كده كويس. هننزل عليها بالسمنة الطبقة الأولانية، لان لو حطينا سمنة على الكنافة هتكتل معانا ومش هنعرف نفردها حلو في الصينية. فالطريقة دي افضل بكتير من انك تحطي سمنة على الكنافة. محطش عليها سكر لان السكر بينشفها واحنا مش بنحبها ناشفه. هنا معانا البلح اهوت، طلعته من الفريزر سبته يفك، حطيت عليه معلقه سمنه ودخلته الميكرويف او لو على البوتاجاز كده. هرسته معايا كويس اهوت. هننزل عليه بالكنافه ونفرده كده بالراحه بالمعلقه. هنفرد كل الكميه كده معانا في الصينيه فوق الكنافه. هنا فردتها كلها اهيت. هننزل عليها بالطبقه التانية من الكنافه. نكون مسخنين الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. لازم يكون الفرن متسخن من قبلها عشان تطلع مستوية معاكي وما تنشفش في الفرن. هنكبسها برضو تاني كده زي ما احنا شايفين. هنا هنكون محضرين كوباية سمنة معانا. اهم حاجة تكون تسقي الكنافة سمنة كويس، لان السمنة هي اللي بتخليها معاكي هشة كده وبتدوب في البق، ما تبقاش معضمة او ناشفة معاكي. هنا حطيت كل كمية السمنة اهيت، دخلتها الفرن. هنا نكون مجهزين الشربات، عاملينه من قبلها طبعا. ده انا عامله هنا شرباتها وسط، مش تقيل ولا خفيف. لكل كوبايه 3 كوبايات سكر عليهم كوبايتين ميه، لان دي بتخليها طريه اكتر، لان الشربات التقيل بيخليها ناشفه وانا مش بحبها ناشفه. ده حسب بقى، اللي بيحب الكنافه ناشفه يخليها الشربات تقيل، وانا عامله لكم شربات تقيل هسيب لكم صندوق الوصف. واللي بيحب الكنافه طريه يخلي الشربات وسط، ولا تقيل ولا خفيف. انا كده بوريها لكم تقطع الشربات خلاص، وبقطعها معايا. واللي عايزها تكون طريه قوي ممكن يغطيها اول ما تخرج من الفرن بعد ما يسقيها الشربات. انا شايفين البلح، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان